اليوم لحظة تاريخية هنا من مركب محمد السادس بالرباط. إعلان الرسمي ديال ترشيح المغرب والبرتغال وإسبانيا بشكل رسمي تنظيم كأس العالم 2030 بملف ثلاثي من 3 دول مشتركة لأول مرة في تاريخ الفيفا. ثانيا 2 قارات أوروبا وإفريقيا. ثالثا أن 3 دول يجمعهم تقاليد وعادات وتاريخ كيشهد على ذلك. تبين على ان من خلال الاجوبه ديال رؤساء الاتحادات الثلاثه على انه مازال حتى شي حاجه ما تحسمات في هذا الملف من ناحيه ديال لا مباراه الافتتاح ولا المباراه النهائيه. وبالتالي ما علمناه اليوم هو ان البرتغال 3 ديال الملاعب اللي بصفه رسميه رشحتهم، وغادي يبقى اللجنه التقنيه اللي غادي تنبثق على هذا الملف الثلاثي اللي غادي تنكب على المباريات وعلى التقسيم على ما تبقى من المباريات ومن الملاعب على المغرب واسبانيا. نتمنى جاهدا على ان هذا كاس العالم يعرف واحد تنظيم اجمل، لان حسب الاراء ديال رؤساء الاتحادات الثلاث على انه غادي يكون من اجمل كؤوس العالم اللي مر في تاريخ الفيفا، خاصه انه ملف ثلاثي. شكرا. الشيء اكيد لما شاهدناه من اراء بالنسبه للثلاثي بالنسبه للاسباني والبرتغالي وايضا المغربي في ملف توقيع ديال كاس العالم 2030. اكيد بان الباك جراوند ديال اسبانيا وديال البرتغال وديال المغرب اللي عندهم قاعده شعبيه كرويه مهمه، اكيد بانهم غادي يخرجوا لنا واحد كاس العالم بواحد الوصفه جميله جدا. والكل يتساءل لان باقي بطريقه الفلاش باك باقي تنعيشوا المراحل الجميله اللي عشناها في قطر واللي نجحت بواحد الشكل متميز في كاس العالم ديالها. اكيد بان المغرب غادي ينجح مع اسبانيا والبرتغال، وغادي تكون عنده انعكاسات اجتماعيه كبيره على كل المغاربه. لان غنعطي غير مثال، منظمه اسبانيا الالعاب الاولمبيه باسبانيا فقفزات واحد القفزه كبيره اسبانيا من الناحيه الاقتصاديه، وان شاء الله نتمنى المغرب دائما يسير بهذا الثبات، وايضا بالخطى اللي يرسمها الرياضي الاول صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله. مرحبا، استضافه. اذا اليوم كان الامضاء ديال الوثيقه ديال اللي غتمشي لافيفا، يعني التعهد حنايا في 2023، وبالطبع الناس كلشي كيعرفها كاس العالم 2030 باقي 7 سنين ديال العمل، ولكن الخدمه باديه. في التدخل ديال فوزي القجع يعني رئيس ديال الجامعه كان هو كيهضر توجو على القيم لي فالور، يهضر على القيم الانسانيه، التعارف، لابروش، يعني ما جبدنا كاع المسائل التقنيه، شكون اللي غيربح، شكون اللي غيدي لا كوب، بقاو داك الشيء حيت ما زعما لا كوب غيجي لو جوغ ديالو غتعرف شكون اللي غيديها. اذا نمشيو من هذا المنطلق، يعني ان شاء الله غتكون كاس العالم يعني ممتازه لقباش هذا الكاس العالم اللي غادي نعيشوا راه عندها 100 عام، راه واصلين ل 100. اذا هذا الكاس العالم راه غتكون مع خصها تكون مزيانه، خصها تكون، وجميع لي دوني يعني كيعطيو بانها غتكون ناجحه. ها حنا في الملعب الكبير ديال الدار البيضاء، ها المغرب لي صادرهم كيتعاودوا بلي نورم ديال الفيفا، الاسبان كذلك، البرتغال كذلك. بالنسبه للاقتصاد جبد الموضوع ديال الاقتصاد، ولكن يعني الاقتصاد جاري به العمل، يعني ما بقاش الاقتصاد غادي نهضروا عليه، الاقتصاد داخل في اللعبه. راك شتي الا رجعنا كاع 82 الاسبان راه كان المنطلق ديالها 82، حسب شحال من سنه دابا من 82 الاسبان. اذا الاقتصاد ضروري، كاين هذا الجانب الاقتصادي، الجانب السياحي، ولكن اللي عجبني اليوم في هذا النهار وهو الجانب الانساني، التعارف، كره القدم لغه واحده. هذا هو اللغه واحده كره القدم، واخا شي كيهضر باللغه الاسبانيه، شي كيهضر باللغه العربيه ولا البرتغاليه، كره القدم لغه واحده، وهذا هو الربح. شكرا. لا حضرتك.